الممثلة منى فؤاد، فنانة منسية ومشروع نجمة لم يكتمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. الممثلة منى فؤاد تعد فنانة منسية ومشروع نجمة لم يكتمل. فعبر تاريخ السينما المصرية الطويل ظهر كتير من الفنانين والفنانات، منهم من أصبحوا نجوم متلألئة في عالم الشاشة الفضية، ومنهم من تركوا علامات مضيئة ولكن تم تهميشهم، كما إن منهم فنانون وفنانات تم إسدال ستائر النسيان عليهم، فلا يكاد يعرفهم أو يذكرهم إلا القليل من عشاق السينما. والنهاردة هنتكلم عن فنانة اسمها منى فؤاد، مصرية من أصل فرنسي، ولدت في يوم 5 أكتوبر سنة 1928، وتوفيت في أول أكتوبر سنة 1993. وهي بتعد واحدة من نجمات السينما المصرية المنسيات، فربما لا يعرفها أو يذكرها إلا القليل، على الرغم من موهبتها الكبيرة وملامحها الأوروبية، بالإضافة إلى إطلالتها التي لا تنسى من خلال الشاشة الفضية، ومشاركتها العمل مع كبار نجوم ونجمات السينما المصرية زي فاتن حمامة، شادية، سميرة أحمد، فريد شوقي، شكري سرحان، محمود المليجي، عماد حمدي، عمر الحريري، ومحسن سرحان، وحسين رياض. على الرغم من صغر مساحة أدوارها، إلا أن الجميع قد تنبأ لها أن تصبح نجمة لامعة في السينما المصرية، لكن أسرتها لم ترضى بأن تعمل إحدى بناتها بالسينما، بل وصل بهم الأمر إن هددوها بالقتل إن هي استمرت بالتمثيل. ورغم إصرارها على خوض مجال التمثيل وعنادها وتحديها لأسرتها، إلا أنها في النهاية خضعت لهم ورضيت بالأمر الواقع. اختفت تماما من الساحة الفنية بعدما كانت مشروع نجمة سينمائية كبيرة. تزوجت سنة 1956 من رجل سوري، وأنجبت منه بنتها كاميليا سنة 1962، وابنها سامر سنة 1966، وبنتها ياسمين سنة 1970. وقبل وكيلة ان ابنتها الصغرى ياسمين كانت عايزة تخش مجال الفن والعمل بالتمثيل، إلا ان الغريب في الامر ان الفنانة منى فؤاد هي اللي عرضت ذلك الامر. وظهرت منى فؤاد سنة 1951 في أول أعمالها السينمائية، وهو فيلم حضرة المحترم، مع كل من زهرة العلا وكريم محمود ومحمود المليجي ومحمد التبعي والسيد بدير. وسنة 1952 ظهرت في تاني أعمالها، حيث جسدت شخصية عشيقة الخط في فيلم الخارج على القانون، مع كل من فريد شوقي وشكري سرحان ونجمة إبراهيم. سنة 1953 شاركت في فيلمين. أدت أولا دور أمينة الزوجة الخاينة في فيلم عبيد المال مع فاتن حمامة وعماد حمدي وفريد شوقي ومحمود المليجي، والفيلم الثاني كان السيد البدوي مع عباس فارس وكوكا وتحية كاريوكا وسراج منير. وسنة 1954 شاركت في فيلمين، حيث أدت دور سميرة في فيلم نور عيوني مع نعيمة عاكف وكريم محمود ومحمود المليجي وحسن فايق، وأدت دور ليندا السويسرية في فيلم أنا الحب مع محسن سرحان وشادية ويحيى شاهين وزهرة العلا وحسين رياض. سنة 1955 وقبل أن تعتزل العمل بالفن وتختفي عن الأنظار، شاركت في 3 أفلام دفعة واحدة، حيث أدت دور موني درويش خطيبة الفنان منير مراد في فيلم نهارك سعيد مع منير مراد وسعاد ثروت وعبد السلام النابلسي وسراج منير. وأدت دور عشيقة أميليو صاحب نادي القمار في فيلم أغلى من عينيا مع كل من عمر الحريري وسميرة أحمد. وشاركت مع سميرة أحمد وحسين رياض. وأيضا شاركت في فيلم الله معنا مع كل من فاتن حمامة وعماد حمدي وشكري سرحان وماجدة ومحمود المليجي وحسين رياض. أصدقائي الأعزاء، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.